احلى بيكاتا ممكن تاكليها في حياتك وتحدى بيها اشهر المطاعم. بصي الفراخ جوسي ازاي، طرية وطعمها تحفة، ما فيهاش توابل كتير مغطية على طعم الفراخ. بيتقدم معاها رز بالزبيب والجزر. ده انا ما شفتوش بصراحة حد عامله قبل كده. الوصفة دي هتعجبك قوي قوي قوي. تقدميها في رمضان ان شاء الله. منجزة جدا وسهلة وبسيطة قوي، مكوناتها يعني حاجات بسيطة قوي. تعملي منها سيرفيس وتقدميها لو انت عندك عزومة في نص السفرة كده، بيبقى شكلها تحفة جدا وقيمة جدا وشيك قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا نبدأ. انا دلوقتي معايا نص كيلو صدور متقطع، مش تخين ومش رفيع. كل اللي انا عملته بس ملحته من الوش ومن الظهر، حطيت كده عليه بس كده رشة ملح من الملاحة. ما بحطش عليها توابل كتير الاكلة دي علشان ابين طعم الفراخ. خلاص، انا تبلتها زي ما انتوا شايفين كده. واحلى حاجة في الاكلة دي ان هي بتتعمل بالزبدة، الزبدة او السمنة، لكن ما بحبهاش بصراحة بطعم الزيت. تمام. في بولة كده بحط فيها حبة دقيق صغيرين، بعفر بس بيهم الفراخ، بس بعفرها كويس جدا. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، ما بكترش الدقيق لان دلوقتي الحاجة غالية، والدقيق اللي انا هعفر بيه ده مش هستعمله تاني لان هيبقى زفر. طاسة سخنة فيها حتتين زبدة. تمام، اول ما الزبدة بتسيح بنزل عليها بالفراخ المتعفرة بالدقيق. خلاص، وبنزل يعني ما بحطش الكمية كلها علشان اعرف احرك الفراخ في الطاسة. تمام. ما تحاوليش ان انت تحركيها غير لما تحت الناحية الطايلة الطاسة تتشمع، علشان ما نفتقدش الدقيق اللي احنا عملناه والقشرة تطلع. خلصت الكمية، حطيت حتة زبدة تاني علشان انا محتاجة طعم الزبدة يبان في الاكلة دي. عندي 5 حبات مشروم. المشروم يا بنات مش بيتغسل، المشروم بيتعمل بفوطة نظيفة او بمناديل المطبخ. خلاص، بتمسحيه. انا قطعت 5 حبات، وبشرت حبة بصل صغننة خالص مع 4 فصوص ثوم. كل ده دبلته كده مع بعض. خلاص، بقلبهم كويس قوي علشان يشربوا من الزبدة. بنزل عليهم كوباية لبن. تمام. ونص كوباية مية علشان اللبن ما يشتش. معايا نص كوباية او نص علبة كريمة لباني، ومعايا معلقة قشطة بلدي، فلفل اسود، ورشة جوز الطيب وملح وورق لوري بودر. كل حاجة نص معلقة. تمام. وبعد كده بنزل الفراخ خلاص في الخليط ده. بقلب كله كويس قوي الاول علشان ادوب كل التوابل، وبعد كده بنزل الفراخ. ما تحاوليش برضو ان انت تقلبيها كتير علشان القشرة ما تطلعش. خلاص، لو تقدري ان انت تنزليها في الصوص كده نزليها عشان الوش والظهر يبقى كله مليان صوص. خلاص، لكن ما تقلبيش فيها كتير. تمام. بسيبهم شوية كده. دي رشة بقدونس مجفف. تمام، علشان بس الجرنش. خلاص، ودلوقتي احنا بقى هنقدمها. بيتقدم معاها الرز زي ما بقول لكم اهي. ده الشكل النهائي، ده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين. انا بتحدى بيها الاكله دي اشهر المطاعم المشهوره بالبيكاتا الفراخ. البيكاتا بتتعمل بالفراخ وبتتعمل باللحمه وبتتعمل بالسمك كمان. كل ده ان شاء الله هينزل عندكم في القناه. واللي ما اشتركش في القناه اتمنى ان هو يشترك ويعمل لايك. ويا ريت يا ريت لو تعملوا مشاركه كمان للاكله دي علشان هتعجب كل الناس في رمضان ان شاء الله باذن الله. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.